الا ما درتيش هاد الخمسه ديال الحوايج ما غاديش تعيش مهني في روسيا. هادو مميزات سريه وبيناتنا. الميزه رقم ثلاثة غادي تغير نظرتكم للمستقبل بالكامل. واحد، الناس اللي باغيين يديروا الصيدله ولا طب الاسنان في روسيا، ملي كتاخذ الدبلوم ديالك كتقدر تفتح مشروع خاص ديالك بثمن اقل من المغرب وبكثير. والاجمل كاين شركات روسيه كتعطيك الدعم الكامل بحال اوبن دانتال واوبتيكا فارما، كيديروا معاك دراسه المشروع وكيجهزوا لك العياده ديالك من حتى لزد. يعني ما كتساليش فقط في دبلوم، كتسالي بخطه استثماريه ناجحه. زوج، واش تقدر تخدم وانت كتقرا؟ الجواب ايه. في روسيا تقدر تشتغل بشكل قانوني كطالب، خصوصا اذا تعلمتي شويه اللغه الروسيه. كاين تطبيقات كتساعدك انك تلقى خدمه قريبه ليك بحال ياندكس سمينه وغيرها من التطبيقات، وهذه كتغطي جزء من المصاريف ديالك وكتولي مستقل ماديا. ثلاثة، السرعه والسهوله في الاجراءات. القبول الجامعي مضمون والفيزا مضمونه 100%، وحتى النقطه ماشي مشكل اللي هو كبير. تقدر تسجل في جامعات محترمه حتى بنتائج اللي هي متوسطه، ومصاريف المعيشه والدراسه اقل من بزاف ديال الدول الاوروبيه. أربعة، تجربه الحياه والسفر. من 2025 قانون جديد كيخول الطلبه المغاربه انهم يسافروا من روسيا لبيلاروسيا بلا فيزا، يعني كتقدر تكتشف ثقافات جديده وتعيش تجارب رائعه وانت باقي في فتره الدراسه ديالك. خمسة، الامان والاستقرار. روسيا معروفه بالمدن المنظمه والامن الكبير اللي كيوفروا الطلبه الاجانب، وهذا الشيء علاش اكثر من 30 الف طالب اجنبي كيدخلوا كل عام، وكتلقى تعليم عالي، معيشه محترمه، وامان كيخلي والديك مرتاحين عليك. عندك الباك ولا ديجا خديته وكتشوف ان روسيا ممكن تكون فرصه ديالك، ما تضيعش الوقت. تواصل معنا باش نرافقوك في كل المراحل، من تسجيل الفيزا، السفر الى الاستقبال وحتى المواكبه ديالك، ومعنا غادي تمشي ايزي واي.